مساء الخير. الحقيقة أنا اتأخرت إن أنا أعمل الفيديو ده، إن كنت محتاجة يومين لالتقاء الأنفاس بعد انتخابات مجلس النواب، بعد المجهود الكبير اللي قمنا بيه في الحملة، كمان عشان كنت بجهز للتظلم اللي عملناه على نتيجة الانتخابات وعلى التجاوزات اللي احنا شفناها في المرحلة الثانية من الانتخابات. أنا عايز أقول لك، لو أنا جيت اديتك أنبوبة بوتاجاز أو اديتك بون أو اديتك فلوس، المبلغ اللي أنت خدته ده ولا حاجة. ده ما يساويش حاجة في إنك أنت تمكن إنسان غير صالح وتخليه هو صوتك وصوت المصلحة بتاعت بلدك تبقى في رقبته. رئيس الجمهورية بنفسه يصدر بيان بالتوجيه بالتصدي للمخالفات، وبعد كده في حديث تاني للشباب يتكلم برضو بمنتهى الوضوح على وقف شراء الأصوات وتوجيه للتصويت وتزييف إرادة الناس. وبالرغم من كده بعد ما كان ده كله ادانا أمل إن الوضع يبقى مختلف، نفاجئ بكم من التجاوزات فجة. النتيجة إن هما بقى أكثر حرصا في إخفاء التجاوزات دي، إنهم يعملوها بطريقة تكون مستخبية شوية والناس ما تقدرش ترصدها وتسجلها. كان التحدي قدامي مش بس إن أنا أقنع الناس بيا وببرنامجي الانتخابي، التحدي الأكبر كان أقنع الناس إنهم يشاركوا أصلا. ما عندهاش إيمان بإن صوتهم هيوصل حقيقي، ما عندهمش إيمان إن العملية الانتخابية بتدار بنزاهة. فوجئنا إن المشهد هو مفيش حاجة اتغيرت. منع التصوير منتهى الحزم قدام اللجان، فرصد المخالفات وتسجيلها كان في منتهى الصعوبة. الشباب اللي كانوا بيحاولوا يصوروا ويسجلوا المخالفات كان ساعات بيتعرضوا، ناس بتتعرض لهم، بيتاخد منهم الموبايلات. بس بالرغم من كل ده احنا نجحنا في رصد مخالفات كتيرة وتقدمنا بيها في التظلم، قدمناه للهيئة العليا. يعني بدل ما الميكروباص كان بيبقى قدام اللجنة الانتخابية لحشد الناس وشراء الأصوات، بقوا بيقفوا مثلا في مكان بعيد شوية. احنا جنب مدرسة القومية وادي الأتوبيس والتجمع اهو، ميكروباصات مترقمة. شوفنا شراء أصوات. يعني هو هيديك 350 بالآخر النهار، يعني أول يومين على بعض. شوفنا حشد وتوجيه للناخبين. كان في كمان مخالفات كانت واضحة قدام الجميع في تجاوز الحد الأقصى للدعاية من عدد كبير من المرشحين. كان في كمان مشهد غريب جدا المرة دي لقيناه قدام كل اللجان بلا استثناء. كان في حشد لطلبة المدارس سنهم لا يتجاوز 15-16 سنة قدام كل اللجان. كم سنة؟ أنا 18. وللأسف ده كان سيء جدا، لأنه يعني احنا بدل ما نربي الشباب دول ونعلمهم المبادئ الصحيحة، كانوا ملقنين إن هم يكذبوا عن سبب تواجدهم قدام اللجان. فاحنا بندرب الشباب إن هم ياخدوا فلوس عشان يقوموا بدور أقل ما يقال عنه إنه غير أخلاقي. لأن احنا لما بنلجأ لرؤساء اللجان داخل اللجان، هم بيقولوا احنا مسؤوليتنا داخل اللجان فقط، مش مسؤولين عن اللي بيحصل بره. والمسؤولين عن المشهد بره، الأمن بيبقى مش مسؤول عن أي حاجة تجاوزات خارجية. لازم تبقى منظومة متكاملة، إن كل حد مشترك في الانتخابات يبقى دوره إن هو يوجه لأي تجاوز، ويبقوا كلهم على اتصال ببعض، ما يشتغلوش في جزر منعزلة. الأصوات الباطلة كان عددها كبير جدا، ده برضو كان دور غائب للدولة في توعية المواطنين على طريقة التصويت، لأن الدايرة 6 كان فيها 3 مقاعد، والصوت كان بيبقى باطل لو الناخب ما اختارش 3 مرشحين. احنا حاولنا على قد ما نقدر مع زملائي في الحملة ان احنا نقوم بدور توعية الناخبين على أهمية المشاركة وعلى طريقة التصويت الصحيح. بس حقيقة ده كان دور الدولة، ان كان لازم كل وسائل الإعلام يكون فيها توعية لأهمية مشاركة الناس، وكمان للتوجيه للتصويت الصحيح. كان النتيجة ان في عدد كبير جدا من الأصوات الباطلة. تجربة بالنسبة لي علمت منها حاجات كتيرة جدا. أنا سعيدة بالتجربة، سعيدة بالمشاركة، ده أتاح لي الفرصة أن أنا أتعرف على ناس كتير جدا في الدايرة، وكنت سعيدة جدا وممتنة لتأييدهم، فخورة بالناس الأصوات الحرة اللي ادتني صوتها. أحب أشكر كل أهالي الدايرة اللي خدوا من وقتهم عشان يدعموني وعشان يدوني صوتهم الحر اللي مش مفروض عليهم. أحب أشكر طبعا وبالأخص أهل الهاكستاب، حقيقي مجتمع رائع،
مجتمع متماسك صوته حر، وأنا شاكرة جدا ليهم لدعمهم وقوفهم جنبي، وأتمنى إن وقفتهم دي تستمر ويفضلوا متكاتفين ومتضامنين عشان ياخدوا حقهم ويحافظوا على مجتمعهم الرائع اللي هم موجودين فيه. بشكر كمان أصدقائي وأهلي وناخبين اللي في مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة وعزبة الهجانة اللي دعموني وقفوا جنبي، وأتمنى إن احنا كلنا نقدر نكمل مع بعض لتحقيق كل الأفكار اللي اتناقشنا فيها وكلمنا فيها، سواء أنا موجودة في مجلس النواب أو بره مجلس النواب. وفخورة ان احنا فضلنا متمسكين بمبادئنا، التزمنا بكل المعايير والقوانين الملزمة بالحد الأقصى للرعاية الانتخابية، التزمنا بان احنا ما نقومش بأي تجاوزات. فخورة بأداء زملائي في الحملة على التعب والسهر والمجهود الجبار اللي قاموا بيه. بأشكر الأحزاب المدنية اللي قدمت لي كل الدعم والمساعدة. أنا كنت شايفة من واجبي ان انا أسجل الفيديو ده عشان أحكي لكم عن التجربة وعن المشهد الحقيقي اللي كان موجود على الأرض. فأتمنى يكون في نظر بجدية في التظلمات اللي اتقدمت بالأدلة، وأتمنى أن يكون في تفعيل لتوجيهات الرئيس بالتعامل بمنتهى الحزم مع التجاوزات اللي حصلت، عشان أمانة الناس اللي ادت أصواتها، وعشان يبقى في مصداقية أن الشعب المصري بعد كده يثق في العملية الانتخابية ويشارك فيها. عزوف الناس ده أكبر دليل على إن الناس ما عندهاش ثقة في نزاهة العملية الانتخابية. ما ينفعش ده يكون مشهد الانتخابات في مصر في 2025. أرجو إن كل ده يتاخد في الحسبان، وأتمنى إن يكون في خطوات جادة للتعامل مع هذه التجاوزات.